بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. الأهلي يخسر نقطتين جديدتان أمام المحلة. الأهلي يخسر 4 نقاط من أصل 9 نقاط في 3 مباريات. الأهلي مستمر في نزيف فقدان النقاط. من وجهة نظركم واكتبوا لي في الكومنتات أسباب تعادل الأهلي أمام المحلة. عنوان حلقتنا النهارده: الصراع بين الأهلي والمحلة صراع ذهني أكتر منه صراع كروي. الأهلي يدخل مباراة المحلة وهدفه عدم فقد أي نقاط. الهدف اللي الأهلي دخل بيه المباراة هو سبب تعادل الأهلي النهارده. لعيبة الأهلي لما دخلت الماتش ما كانش هدفها هو الفوز، كان الهدف اللي قبل الفوز اللي احنا خسرنا نقطتين في اول ماتش، فمش عاوزين نخسر نقط تانية. ده عمل ايه عند لعيبه الاهلي؟ اسمع بقى معايا وركز وهقول لك اللي حصل في الماتش بالظبط. لعيبه الاهلي مش عاوزه تخسر نقط، كان اكبر ضغط عليها اللي هي فكره اللي ما تخسرش نقط. خلى لعيبه الاهلي عندها تسرع ورعونه في انهاء الهجمات. كمان فكره اللي الاهلي ما يخسرش نقط ضغط على الاهلي، فكان من ضمن الاسباب اللي ادت لفقدان الاهلي نقطتين. نتائج المحله قبل مباراه الاهلي 3 تعادلات متتاليه وعدم احراز اي هدف. الاهلي استسهل الخصم وقال لك الخصم سهل وهنفوز وهنطلع هيفو سكور. كمان الاهلي استسهل وبسط الماتش قوي. ده خلى الاهلي ما يشتغلش نفسي في الماتش. الاهلي حضر كروي بس ما حضرش نفسي، فالمباراه انسرقت من الاهلي واحده واحده اثناء المباراه. كمان الضغط الجماهيري اللي لعيبه الاهلي او كتير من لعيبه الاهلي ما بقتش متعوده عليه عمل ضغط على اللعيبه. كمان الاهلي حصل له حاجتين عكس بعض اثناء المباراه، وركز معاه عشان تفهم الحاجتين اللي حصلوا دول. الاهلي وصل كتير جدا لجون المحله، وكلنا كنا قاعدين، وكمان لعيبه الاهلي والجهاز الفني كان عندها نفس الاحساس ده، واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش اللي الاهلي هيجيب جون في اي وقت من كتر ما لعيبه الاهلي راحت على الجون. من كتر ما الاهلي ضيع اهداف، الاحساس اللي كان عندهم اللي احنا هنجيب في اي وقت جون تحول الى احساس بالياس. من كتر ما ضيعنا اهداف مش هنعرف نجيب جون. بقى احساسين متناقضين اثروا على الاهلي. احنا هنجيب في اي لحظه جون، احنا يأسنا لان مش عارفين نجيب جون. كمان تغييرات المدرب عملت مشكله مع لعيبه الاهلي. انت دلوقتي كجهاز فني محتاج تفوز المباراه، المفروض تدي احساس للاعيبتك اللي انا عاوز افوز الماتش، فنقوم وجراديشار جوه الملعب نحط جنبه محمد شريف عشان ندي احساس لل11 اللي في الملعب اللي انا عاوز افوز الماتش. لا، ريبيرو طلع جراديشار ونزل محمد شريف. طيب ادى احساس للفرقه اللي احنا هنجيب جول في اي وقت، فما نماش الدوافع، ما حفزش اللعيبه زياده عن اللزوم، فبالتالي الماتش انسرق برضه من اللعيبه. كمان الماتش من اول دقيقه لغايه الدقيقه 97 ماتش قوي بدنيا، واللعيبه من الفرقتين ما وقفوش طول ال 96 دقيقه. المجهود البدني اللي لعيبه الاهلي عملته استنفذ كل طاقتها اثناء ال 96 دقيقه. في اخر 20 دقيقه من المباراه لعيبه الاهلي فقدت تركيزها في انهاء الهجمات. يبقى اللياقه البدنيه وقوه المباراه البدنيه اثرت
على الناحيه النفسيه والعقليه، وبالتالي افقدت لعيبه الاهلي تركيزها. انا شايف ان الاهلي بيخسر نقط كتير في الدوري العام بسبب الاهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي والنفسي ما بيحضروش لعيبه الاهلي للمباراه نفسيا. الاهلي ادى مباراه كرويا حلوه جدا قويه جدا، عمل هجمات كتير خالص، وده يحسب للجهاز الفني. وما يؤخذ على الجهاز الفني والنفسي بالاخص اللي ما فيش تحضير للمباراه. انت ما بتنميش الدوافع عند لاعبك، انت ما بتعملش ثبات انفعالي للاعيبتك. عشان كده الهجمات اللي بتيجي للاعيبه الاهلي ما فيش استثمار فيها، في رعونه في تنفيذها، في تسرع في تنفيذها، في خوف وانا بننفذ انهاء الهجمات. كل ده اثر بالسلب على نتيجه المباراه النهارده، ونتيجه المباراتين للاهلي فقط فيهم 4 نقاط. يا جماعه لو سمحتم، مع التحضير الكروي للمباراه لازم يبقى فيه تحضير نفسي، وبالاخص الثبات انفعالي لفراوده النادي الاهلي. لازم فراوده النادي الاهلي تنهي الهجمه تحت ضغط وتحت ضغط جماهيري، عشان الماتشات اللي جايه ما عادش ينفع ان احنا نفقد اي اهداف تانيه. من فضلكم لو الحلقه عجبتكم او لو حابين اي اضافه في الحلقه اكتبوا لي في الكومنتات، وارجوكم لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.